مع السلامة الناس الكل، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله هقترح عليكم وصفة الكمونية. الكمونية معروفة برشا في تونس وطعمتها حلوة برشا وبنينة، دونك جربوها. بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الكمونية، دونك هنا اخترت مع نعملها بالكبدة متاع الدجاج. دونك هنحتاج مع الكبدة هنحتاج طماطم، فلفل اسود، كركم، ملح، تمام، وفلفل احمر. دونك اول ما حاجه هنعملوها ان شاء الله، خديت طنجره حطيت فيها راس بصل صغير، تمام، وحطيت معاه سنينه ثوم. اول ما يدبل البصل معانا هنحط الكبده. حطينا الكبده بتاعتنا ورشينا عليها شويه تكليل، الكليل يفوحها برشا. هنخليها 10 دقائق مع البصل تتقلى، تمام، عشان ما تاخدش وقت كبير. بالنسبه للكبده السوا متاعها تستوي بسرعه. دونك 10 دقائق ونرجعوا نفوقوها ان شاء الله. بعد ما تقليت عنا الكبده مع البصل والثوم 10 دقائق قلنا، حطينا هنا الفحات متاعنا كلها الطماطم، ونحاول نحركها كده بالراحه. مرقه الكمونيه متاعي واش نخليها زايده 10 دقائق على النار تغلي. اخر معناتها اخر مرحله نحط عليها الكمون ونحرشوا شويه بصل اخضر ومعدنوس، وهكا تكون الصحن الكمونيه جاهز. ما يتطلبش وقت وسهل جدا. الكمونيه بتاعي استوت وقررت الزيت نتاعها. دونك هنا جبت مغرفتين نتاع قهوه كمون وحطيتهم على الكمونيه دقيقه ونطفي عليها الغاز، وهكا الكمونيه بتاعنا تكون حضرت. الله على الريحه، لو كنت نعرف نوصل لكم الريحه كنت وصلت لكم. بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفه تحفه تحفه. دونك هنا صحن الكمونيه متاعنا حضر، بسم الله ما شاء الله. رشينا عليه في الاخر بصل ومعدنوس. دونك هذا الشكل النهائي متاعو. البصل هنا يا سيدي بنن الكمونيه برشا. دونك هنا جربوها البنات. زي ما قلت في الاول، نحاول قدر المستطاع اني نعمل فيديوهات ومتاع وصفات سهله وسريعه ومكوناتها بسيطه وما تتطلبش منا برشا وقت. سيرتو توا النساء تقريبا كلهم معناتها يشتغلوا او عندهم الخدمه نتاعهم، فيقضي ماذا بيها تقضي وقت بسيط وفي المطبخ. فدي وصفه حلوه جدا تساعدكم الناس الكل، وفي نفس الوقت بنينه بنينه برشا، زايده اكله معروفه في تونس. فجربوها وما تندموش. دونك هذا صحنا، هذا شكله، هذه ريحته بسم الله ما شاء الله حلوه جدا جدا جدا. سيرتو هذه اكله معناتها معروفه عندنا في الافراح نتاعتنا في تونس. دونك محبوبه جدا. جربوها. وفي اخر الفيديو قبل ما نختم معكم، رجاء اللي ما اشتركش في القناه يشترك وتفعلوا زر الجرس، هكا توصلكم كل حاجه جديده ننزلها. وبسلامه الناس الكل، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر ان شاء الله.